تعرفوا انه انا شاماتي عاملين لي عقده في حياتي. في ناس يمكن ما بتعرف، بس قبل هالمره سبق وسويتهم مثل ما شايفين. اكثر من مره قلت لكم عن الموضوع، بس لانه بيضل يجي متابعين جدد وبيستفسروا عن الموضوع برجع بعيد. عرفتوا هاي الشامه شوفوها يلي هون على ايدي، كانت مثل هاي الشامه مثل هيك واضحه، فانا شلتها. اول شي جربتها على ايدي والنتيجه نجحت، بس استمريت اكثر من جلسه. قلت اذا بدي اتحسس او شي لحتى اعرف. المهم ففي انتظار نص ساعه قاعده عم استنى، قلت بسوي لكم سنابات. وعلى الصدفه قلت مشان ما ضيع وقتي بهالنص ساعه بشوف الشارع بستكشف فيه اشياء عيادات، لانه هون كله عيادات. هاي منطقه المارتيني. فاكتشفت لكم في دكتور اخصائي في الطب النووي، فانا فكرت انه له علاقه بالنسيان وكذا. فتت المهم شرحت له عن حالتي وهيك، انه انا قد ايه بنسى وكيف ضيعت جوازي، انه انا متذكره اعطيته لحدا عرفته بمكان، بس ما عم اتذكر تفاصيل اليوم اللي كنت انا مضيعه الجواز فيه. قال لي انت بدك دكتور داخليه، ما بصير انه طب نووي او شيء او هيك يعني اشعه. ففي هلا دكتور بيكون رفيقه بيشتغل بالطب الداخلي، هو اختصاص هيك قصص، فرح اروح لعنده بس مشان يعني لحق هون وهون. رح خلص من دكتور الجلديه بعدين روح واقول لكم شو بصير معي. حتى قال لي انه بشخص حالة الجواز اذا انت فهمتوا الفكره، يعني ممكن استفاد. فيا رب يا رب يكون هيك هالطلعه خير بحقي مشان يرجع لي مخي، لانه عن جد من كثر الضغوط عم انسى بشكل فظيع. وانتم بتعرفوا من فتره انا عم اشكي من هذا الموضوع، ومو بس نسيان، يعني تعب بشكل عام، ارهاق، يعني عم حس فيني كذا شغله بس ما عم اعرف شو هنن. فعلا نشوف يا رب ما يكون شيء خطير، يعني بس هيك الموضوع يمشي، انه يكون شغله بس انه نسيان. بس بدي اسال سؤال، انه جماعه برج الاسد كلياتهم مثلي ولا بس انا هيك؟ على طول مستعجله وما عندي وقت وما بحب وقتي يمشي هيك على الفاضي، ولازم استغل كل دقيقه بوقتي وبدي الحق اعمل كل شيء سوا. يعني اليوم ما بتتخيلوا كم شغله عندي، ورغم هيك بأجل بقول يلا هلا بلحق وانا ما بكون رح الحق لشيء، بس براسي بحس انه رح لحق. يعني شوفوا عندي موعد اظافير، اخذ موعد بدي اروح اغير ديزاين اظافري، وعندي موعد مع المحامي رايحه اجيب الكتاب. هذا كتاب سوالي اياه من شو اسمه المحكمه مشان اقدم ضبط انه جوازي ضايع ويطالعوا لي بداله، لانه بدون هالكتاب ما بطلعوا لي بداله. وعندي موعد مع لين لازم اروح جيبه لانه عندنا طلعه بدنا نصور اعلان. وعندي استنوا شوي من كتر انا نسيتهم قسما ايه عم بيركبوا كاميرات عنا بالبيت، وام محمد كمان عم تجيب غساله وبراد، مو غساله براد، غساله وشاشه، ولازم لحق ارجع على البيت. يا مليون شغله، يعني بدي اشبك الكاميرات على تليفوني، بدي ينزل لي الابلكيشن. وهلا بس خلصنا من هون رح اروح عند الدكتور الثاني اللي فكر عنه، بعدين روح خلص اظافري، بعدين روح عند ام محمد، بعدين جيب لين كل هدول. لا والمحامي بعد الدكاتره رح اروح عند المحامي. فوالله العظيم مخي من كثر الضغوط والمسؤوليه الله يكون بعونه. طبعا في خالة عم تسمعني، خالة ان شاء الله عم تسمعيني، شايفه الضغوط اللي انا فيها؟ شوفي عم بستنى اختي لي ساعه وعارفين اروح، دايما منتبهه عليكي ولا لي سمعاني شيء؟ بدك عادي اسمعي كل الدنيا سمعت وقفت عليكي؟ سمعاني شيء، يا بقلبي من اختي لي ساعه واقفه بس. حسبي الله ونعم الوكيل فيها، بينك الله. بس يا جماعه الخير هي اخر اخباري وابديت يعني ايش صار معي. بالمناسبه هالاسبوع حتشوفوا كثير تغيرات بشكلي. ليش؟ لانه انا مالي من شكلي، ما حدا يقول لي ما تغيري شيء وتنصحوني، لانه نصحوني قبلكم كثير وما رديت. خلص من يوم رايح رح اعمل كل شيء انا بحبه ونفسي فيه، لانه انا هلا بهالعمر لازم خلص بدي اسوي انفي، رح اسوي انفي، بدي اسوي مدري شو، تمام؟ فما تنصدموا، واذا غبت عنكم كم يوم كمان عادي، يعني ما تستفقدوني، انا بخير والحمد لله. اليوم المسا رح نزل لكم بوكس اسئله للاسئله اللي عم تسالوني اياها كثير، فرح جاوبكم عليها مشان ما تكون يعني انا اكون متفاعله معكم، تسالوني وين بدت، وين غبتي وكذا، والبيت وين، وش قد اخذتي، وباي منطقه، يعني هاي التفاصيل اللي عم تسالوني عليها كثير. اكثر اسئله بتتكرر بس بجاوب عليها، تمام؟ ولا انصح لو غبت هون على التيك توك ما رح اغيب عنكم، فاللي مو متابعني بالتيك توك تابعوني، اسمي سارو بالانجليزي، لا مو سارو بالانجليزي، اسمي سارو 102 او 101 وفي نقطه بين سارو. رابط حسابي بالبايو فوق، بسوا على صورتي فوق بيطلع لكم.
السمر طلعوا. قررت روح سمر حالي خلاص، على اساس ما احكي لكم، بس تعرفوا ما بقدر ما اخبر عليكم شيء. كل واحدة يعني بتكون بيضاء اكيد بيبقى لها السمر، هو هيك اصلا مؤقتا حيروح، ما بضل طول العمر شهر